السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد، وقبل أي حاجة وكل حاجة بنصلي على الرسول ونقول تاج الذكر: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له الحمد على كل شيء قدير. وتعالوا بقى كده نشوف أنا النهاردة هعمل قبل ما نبدأ في أي حاجة هنعمل ايه. القهوة عندنا، القهوة احنا بنعملها باللبن عشان تكون خفيفة يعني على المعدة وكده، فاحنا بنحط لبن، وعشان ما بنحبش القهوة تبقى كده سادة يعني. طبعا كوباية الفنجان الكوباية الكوباية او فنجان. طبعا انت بتحطي البن على حسب ما انت عايزاها تبقى مظبوطة، تبقى زيادة. يعني الكوباية دي بتاخد معلقة صغيرة بتاعة الشاي ونص معلقة عشان تبقى مظبوطة. عايزاها تقيلة زودي بن تبقى معلقتين، عايزاها خفيفة خليها معلقة واحدة بس. معلش يعني على المنظر كده، احنا المطبخ بتاعنا صغير فيعني الدنيا بتبقى مكركبة شوية. واحنا هنا هحط اهو، هحط معلقة، شفت معلقة الشاي صغيرة، معلقة لكل كوباية، معلقة ونص. يعني بحط 3 معالق لو كوبايتين. عايزاها تبقى شوية تقيلة شوية بزود، عايزاها تبقى خفيفة بقلل شوية. طبعا مقدرك للبن الا اللي انت بتحبي، عايزاها مظبوطة وسط خفي يعني كده. في ناس بتحب تعكر اللبن بس احنا بنعملها مظبوطة. ونحط السكر طبعا، عايزة سكر دايت عايزة عسل، احنا بنحط سكر دايت وكده. انتوا بقى عايزين تحطوا عسل حطوا، عايزين سكر عادي حطوا، مش عايزين تحطوا سكر براحتكم، تحليتها على حسب. هنا بنقلبها ونحطها على نار هادية ونستناها بقى لما تستوي كده. النهاردة احنا هنعمل معاكم وصفة انا عملتها معاكم قبل كده تقريبا. هنا بس البن اول ما يبدأ يفور اهو هقلبها وبعدين اصبها وبألف هنا. كل واحدة تقولي بتعمل قهوتها ازاي وطريقتها ازاي. دلوقتي اهو هتبدأ بقى تفور وتعلى، هروح طافية عليها ومقلباها قلبة وصباها وبألف هنا. النهاردة انا بصت اختلفت في الفيديو دي مع مامتي، لان هي بتعمل الرز معمر. طبعا احنا بنعمله بالرز البسمتي علشان خاطر السكر وكده، بعيد عنكم يعني وعن السامعين يا رب. وبرضو عشان برضو يعني السمنة وكده، واحنا بنعمله دايما برز، اوقات بنعمله برز مصر بس مش دايما، بس الاغلب بنعمله بالبسمتي. يعني عشان بيبقى النشويات فيه قليلة وكده، بينفع لمرضى السكر بعيد عنكم وعن السامعين يا رب. فاحنا دايما والدتي بتعمله بالبركة. إيه، انا بقى هنزلكوا وصفتها وطريقتها ببركتها هي. يعني هي ما شاء الله تبارك الرحمن، عينيها يعني زي ما اقول ايه، عينيها ميزانها. هي بالميزان كده بتشوف بعينيها وتقول انا كده كده خلصت، هي كده مظبوطه. انا هوريكم الطريقه. هي احنا اختلفنا كتير في الفيديو ده، والفيديو ده سهو، كل ما اصوره اوقف، كل ما اصوره اوقف، كل ما اصوره اوقف. بالف هنا شفت الوش بتاع القهوه ما شاء الله تبارك الرحمن مظبوطه، وبالف هنا للي هيشربها. طبعا اللي معدتهم وجعهم وكده يحاولوا يقللوا من القهوه، وبالف هنا للي هيشرب واللي مش هيشرب. تعالوا نشوف بقى احنا اختلفنا مع بعض في ايه. ويا رب ما تكون شاء الله فيديوهاتي تبارك مفيده ليكم، الرحمن، ودي وتكون احلى بتفيدكم، بقى طبق وتكون بالهنا المعلومات والشفا. بتاعتي دي حلوه طريقة وظريفه ولطيفه عليكم. القهوة اللي يلا بيقولوا نبدا عليها مع بعض فرنساوي، الفيديو. بس هي اصلا ملهاش اي علاقة بفرنسا يعني. دي قهوة باللبن. بعمل رز معمر حادق وتكاية بسيطة مش حد بيعملها الا احنا. معلقة ملح صغيرة، تمام، شوية فلفل اسمر. التكاية اللي بنحطها على الرز المعمر الحادق هنعمله في ريح البامية. هنحط بصلة مفرومة كبيرة، ده بيبقى عامل زي الحشو للفراخ. طبعا ده رز بسمتي، غليت ميه وحطيتها عليه نقعته نص ساعة عشان يتعامل معاملة الرز المصري. وهنحط بصلة مفرومة كبيرة كده، ماشي، معلقة زبدة كبيرة، دي زبدة بجاري فلاحي، تمام. هنحط معلقتين زيت عشان تديله اللمعة والفلفلة، معلقتين كبار. هنقلب كله. لو عندك شوربة حطي نص كوباية شوربة تكون حلوة، أو مية مش. وبعدين هنزود باللبن بقى. ولع البوتاجاز نديله غلوة واحدة وندخله الفرن على طول. بيتعامل لما تغليه غلوة واحدة وتصفيه الرز البسمتي، بيتعامل معاملة الرز المصري سواء على البوتاجاز أو سواء في الفرن.
او تغلي ميه وتحطيه عليه ربع ساعه نص ساعه كده يعني. تنقعيه يعني. هنحط ايه كوبايه ميه بقى. انا كده بالظبط زي المصري. لو على البوتاجاز، لكن المعمر بياخد اكتر. المعمر باخد سوائل اكتر. يا تحطي كوبايه ميه يا تحطي كوبايه شوربه. عايزه لبن خالص زي بعض نريح، بس احنا اللي بياخد لبن كتير هو اصلا. احنا شطفنا شطفت العلبه وحطيت شويه ميه. حطينا مقدار كوبايه على كم يتحط قد ايه يعني؟ لا انا بقى غطي قعر الصينيه رز، يعني بتبقى يعني انت دلوقتي حطيت الرز مقداره قد ايه من السائل؟ قيس على حسب الكميه اللي انت عايزاها. دلوقتي انت حطيت الرز تمام، بيتغطى عند فين؟ قعر الصينيه يعني. لا مش حد هيتحمل. فرضا قعر الصينيه 30 ولا 45. لو هعمل صينيه كبيره برضو قعر الصينيه مش يتغطى مشكلتي، رز. مش مشكلتي دلوقتي. المشكله عندي السائل اللي عندي فين؟ السائل قبل الصينيه ما تعمل، ولو يعني ضغطيه ايه بعد قبل الصينيه ما تعمل؟ قبل الصينيه بنص سنتي عشان مش تدلق. لا مش غلط. لا مش كده. بصي انت الرز دلوقتي المعمر مالوش مقدار تحطي له ايه، هو كده بتحط قعر الصينيه رز تغطيها، والرز يكون اكتر من نص عجله الصابع يعني ناشف. الرز اللي هنحط في الصينيه للمعمر هنغطي قعر الصينيه. لو حادق، الحادق بيبقى اكتر من المسكر. انت دلوقتي بنحط للمصري فوق كله زي بعضه. بنحط للمصري لما بنيجي نحط عليه الماده السائله بنقول مقدار عقله فوق الرز. لا ده لو على البوتاجاز. انت لكن بقى اللي في الفرن بنحط الطاج 3. يعني ايه الطاج 3؟ يعني هتحطي كوبايه رز بتحطي 3 لبن، واحده ميه و2 لبن، او 3 لبن، او واحده شوربه، دي للحادق. انتوا يا جماعه دلوقتي احنا اصلا الرز البسمتي بيتغسل غسله حلوه عشان بيبقى ليه ريحه كده بتاعه الشكاره، وبنغسله بميه مغليه. حتى لو هنسوي ننقعه في ميه مغليه. احنا نقعناه في ميه مغليه لمده نص ساعه. لمده قد ايه نقعتيه لمده نص ساعه؟ نص ربع مش مشكله، مش فارقه. هي الميه المغليه بتسرع في حطيناه ربع ساعه يا جماعه الميه المغليه فيه، وطبعا غسلناه كويس مره واتنين قبل ما نحط الميه المغليه ونسيبه يتنقع. يعني انت بتغسليه كويس لما الميه تبقى نظيفه، وبعد كده بتنقعيه لمده ربع ساعه في الميه المغليه. لما تيجي تحطه هي بتقول الرز المعمر كوبايه الرز بالنسبه احنا للمصري المصري زي البسمتي. طالما مغلي خلاص. طالما الرز يعني احنا نقعناه في ميه مغليه، فيعتبر احنا زي كاننا سلقناه نص سلقه او تلت سلقه. فاحنا هنحط على كوبايه الرز 3 ميه، 3 سائل بقى، سواء لبن سواء شوربه. تمام. احنا دلوقتي حطينا زي ما انتوا شفتوا كوبايه اللي حطينا الشوربه وحطينا اللبن وحطينا زبده وسمنه، زبده اللي انتم مرتاح عندكم، وشويه زيت علشان خاطر يدي الفلفله واللمعه، وحطينا البصله المفرومه. تمام. وفلفل اسود طبعا وملح. واهم حاجه هي التكايه عندنا هنا هي البصله المفرومه على الرز المعمر، بتخليه بصله كبيره كمان، بصله بيضه عشان ما تغيرش لون يبقى انتوا عرفتوا ان الرز المعمر كوبايه الرز المعمر بتتاخد قصادها 3 سائل، 3 كوبايات سائل. طبعا ده بالنسبه للرز البسمتي او المصري. واحنا كمان بس الرز البسمتي احنا نقعناه في ميه سخنه لمده ربع ساعه. احنا طبعا هنغليه غلوه عشان نسهل مش ياخد فتره اكبر في الفرن. وبعد كده اول ما هيغلي هندخله الفرن. طبعا في كل واحده شرب ميته او لبن وطلع، وبعد ما نشف طلع لسه عايز اديله نص كوبايه سائل. وانا افضل برضو انت تحطي الميه ناقصه شويه، ولا حسيتي ان هو محتاج زودي في الفرن عشان ما يتعجنش، لان الرز البسمتي بيختلف من مكان لمكان يعني بيختلف من نوع لنوع يعني. فانت حطوا يعني مثلا هتحطوا كوبايتين رز، مش هتحطوا 6، حطوا 5 واستنوا وشوفوا اذا كان هيبقى محتاج ولا لا. زودوه وهو في الفرن، حسيتوا انه لسه محتاج حطوه. احنا دلوقتي يا جماعه هنعمل الصلصه. طبعا الصلصه ديت مش احنا نعمل باميه. احنا مش الصلصه دي مش هنستخدم في الباميه بس، احنا هنستخدمها في كذا حاجه يعني. حطينا طبعا زيت وحطينا ليا. طبعا الليا مش اجباري، هي اختياري يا جماعه، مش اجباري. هنعمل باميه وجرجيحه عشان احنا مش هنعمل يعني احنا مش عايزنا غير حته لحمه ويعني شوربه بسيطه يعني مش فيها حاجه، فهنستخدم الليا عشان تدي طعم الضاني يعني. ولو ما فيش ليا مش مش اجباري يعني ان احنا اللي هي دي مفرومه طبعا هتسلق بسرعه، فانا مش هستنى انها تسلق عشان ما تنحرقش. ماشي. هحط بصل عامله كميه بصل عشان دي كذا اكله مش
في تكايه للباميه كده. انا بصله الباميه بدبلها، مش بخليها تحمر يعني. بحط بصله كبيره مفرومه او متقطعه على ايد قطع صغيره، مش تكون مفرومه جوه، بدليها مع الباميه. هنا هنحط الثوم معاها. يعني احنا دي مش هنعمل الصلصه يا جماعه، بنحط ثوم وبصل، وحته اللي دي اختياري مش اجباري. طبعا احنا هنعمل الصلصه ديت يعني كذا صنفه نطبخ بيها كذا حاجه. انا هوريكم دلوقتي الباميه، والمره الجايه هنوريكم هنعمل بيها ايه. افتكروا يعني احنا الصلصه دي نفسها عملناها في حاجه تانية. تمام كده. هنحط كزبره ناشفه، هي الباميه بتحبها خالص. مكعبين ماجي ممكن تستغنى عنه، تراعي بقى الملح ما يتحطش. لما هتحطوا الماجي هتراعي ان انتوا ما تحطوش ملح، او تحطوه على حسب الكميه اللي انت عايزاها. ممكن تحتاج، بس احنا حاطين 2 ماجي. ممكن انت مش عايزه تحطي ملح وعايزه تحطي ماجي، زودي انت بقى ماجي عشان تظبطيه. فلفل اسود، كمون بسيط خالص ممكن تستغنى عنه. هحمص البهارات دقيقه كده مع البصله دبلت اهي مع الثوم. تحميصه بسيطه تطلع نكهه البهارات اللي حطيتها، وما نزودش عليها عشان ما تمررش. وهنحط ممكن على فكره تشيلي نص التتبيله تنزلها مع الباميه، نص البصل. بس انا هحط بصل لان ده كميه لحاجات تانية، مش على قد الباميه بس. انا هحط على قد الباميه واشيل الباقي في علبه في الثلاجه ان شاء الله تتسبك. وانا بنزل الباميه هرجع لكم تاني ان شاء الله. هنا ما شاء الله تبارك الرحمن الرز المعمر اهو طلع. فيك تحطي معلقه زبده على الوش بعد لما يطلع، ولو مش عايزه مش يعني مشكله، تدي له لمعه ونكهه وطعم كل حاجه. اهو شوفوا ما شاء الله هنا الرزايه ما شاء الله. بتدوقيه لو لقيتيه ناقص ما شاء الله هو استوى زي الفل. شوفي الرزايه حلوه ازاي. لو لقيتيه ناقص سوا بتحطي، بس هو الحمد لله الحباية الرز زي الفل. شوفي الحباية عامله ازاي. خلي بالكم عشان مش تلاقيه اتحرق من فوق وما استواش من تحت. حاولوا يكون مثلا افرض احمر غطيه بفويل لو لسه في لبن وسيبيه يتشرب. الرز المعمر لما بيبقى طري مش يجرى حاجه. ولو ناشف بتزوديه نص كوبايه ميه، نص كوبايه لبن، نص كوبايه شوربه، ده لو حادق. ولو عندكم مقادير ثابته للرز المعمر، حد عنده فكره، احنا يعني والدتي ما شاء الله تبارك الرحمن هي عينيها هي المقادير، فبالنظر بتحط. فاحنا بنقول لكم ما هو يعني مقابل للنظر بتاعها او رؤيتها هي ايه. وما شاء الله تبارك الرحمن بيطلع زي الفل اهو زي ما انتم شايفين. هنا اهو يا جماعه الكميه شلنا منها تقريبا اكتر، يعني اقل من نص شويه بسيطه او نص تقريبا على حسب الكميه، يعني على حسب الكميه اللي احنا محتاجينها. يعني شلنا منها شويه اللي احنا محتاجينها وسيبنا الشويه اللي احنا محتاجينها للباميه. ده هدانا في التلاجة نطبخ منها طول الاسبوع. تحبي تزودي بصله، تحبي تزودي تومه نيه على الطبيخ، عايزه تحطي صلصه حطي، مش عايزه براحتك. احنا حطينا جرنين فلفل احمر بلدي بس بارد، يعني مش خلاها محتاجه صلصه ولا حاجه. طبعا هدي للباميه تشويحه، انا شطفتها نزلتها دي من الفريزر. شايفه الصلصه كتيره. فرزناها معاكم قبل كده. هنحط تاخد تشويحه بس في الصلصه. وممكن تستغنى عن الخطوه دي على فكره، ممكن تحط الميه المغليه او الشوربه وتدلي الباميه لما تغلي. انا غسلاها تشطيفه قبل ما انزلها في الصلصه عشان ما تنزلش المخاط بتاعها وتبهدل الدنيا. الفكره اللي قلت لحضراتكم عليها هي بصله نيه كبيره بنحط عليها، بتديها نكهه وبتوديها في حته تانية خالص. طبعا على حسب كميه الباميه اللي انت عاملاها. تشويحه واحده بس كده، مش هنقلب كتير عشان مش نهريها، عشان هي فروزر اللي احنا كنا مفرزينها يعني، وصلصتها كتيره كمان. هجيب الميه المغليه واحطها عليها وهتغلي غلوتين وخلاص. عايزين بقى بعد ما تخلصوها كده تدخلوها الفرن تاخد وش كده وتدي طعم الفرن، هتبقى مش كانها طاجن بتاع الفرن. ايوه احنا بندخل على قد الاكل
الطاجن وبندخلها الفرن تاخد نكهه الفرن. يعني احنا ممكن بس. نعمل يكفينا يومين وناخد مقدار اللي احنا هناكله النهارده نحطه يومين مثلا في وثلاثة طبق كمان. صغير زي ده وندخله الفرن ياخد وش طبق عشان أو ياخد طاجن. او طاجن ياخد وش الايه الفرن وطعم الفرن كده. يا حبايبي حطينا الميه اهي، عايزين تحطوا شوربه براحتكم، هتغلي غلوتين كده وهنطفي عليها. بس انا بحب اعملها قبلها بيوم عشان تاني يوم ادخلها الفرن تبقى قطع. بس كده، ولما نخلصها هنوريكم. وكده عملنا وصفة النهاردة، عملنا البامية ومعاها الرز المعمر وبألف هنا، وعملنا الصلصة اللي هنعمل بيها الوصفة التانية ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين ونشوفكم على خير في وصفة جديدة. متنسوش بدعوة طيبة، وكل سنة وانتم طيبين ونشوفكم في وصفة جديدة. يلا سلام.